كنت صورت معاكم فكرة بالجزء اللي كان تحت بتاع القارورة. النهاردة بقى هعمل معاكم فوزة شيك جدا بالجزء اللي فوق. احنا هنجيب الجزء اللي فوق بتاع القارورة، وبعد كده جبت خيط الخيش ده سمكه 4 ملي، عايزة تستخدمي 6 ملي هيكون طبعا افضل. وهبدأ زي ما انتوا شايفين كده الف الخيط. انا مش كل صف ماشية بحط شمع، على حسب وانا ماشية، لو لقيت الخيط بيتزحلق معايا ببدأ ان انا امشي صف كامل بالشمع. خلصت الجزئية دي كلها، وبعد كده بقى حبيت اعمل الحركة اللي هي بتاعت الزجزاج دي. بحط نقطة شمع من فوق ونقطة شمع من النص ونقطة شمع من فوق تاني، بتسيبي قد كده 2 سنتي، وهتفضلي تكرريها لحد ما هنخلص الجزء ده كله. يعني احنا هنعمل صف واحد بس زجزاج كده، وبعد كده هنرجع بقى نكمل 3 أو 4 صفوف من تحت لفة عادي. عايزه اقول لكم شكلها شيك قوي، واصلا انا استخدمتها كفازه، لكن هي تنفع معاكي دلايه او نجفه، حلوه جدا، بس على حسب بقى التعليقه اللي بتكون عندك. هنا خلصت الجزء ده كله. بعد كده بقى هكمل زي ما قلت لكم كام صف كده، وهقص بقى الزوايد البلاستيك اللي من تحت دي. وبعد كده بقى هنكمل الجزء اللي من فوق. جبت شريط الخيش ده وهبدأ اعمل 3 صفوف فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده الفكرة كانت جاهزة معايا. انا هسيبها مفتوحة عشان زي ما قلت لكم هنقدر نستخدمها فوزة، وهنقدر نستخدمها شابو للنجف.